عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي على من عداك. صاحبة هذه الأبيات هي رابعة العدوية المكناة بأم الخير. ولدت رابعة في البصرة سنة 100 للهجرة. توفي أبوها وكان لها أخوات فرقت بينهن السبل، والبصرة آنذاك تعاني المرض والفقر، فنشأت رابعة وحيدة فقيرة معدمة. والوحدة والفقر واليتم كل واحدة من هذه تسبب الألم، فكيف لها وقد اجتمعت في رابعة؟ لكن كثيرا ما يسوق الألم الإنسان إلى ربه، وهذا ما فعلته رابعة، فقد سلكت مسلك الزهد والتصوف وعبادة الله تعالى وحبه. والحب والألم هما من يصنع الشاعر الصادق المرهف الحس. لذا كانت هذه الأبيات الرائعة لأم الخير رابعة: عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي على من عداك، وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فلست أرى الكون حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك.